وانا صغير كان عندي لعبه كانت مجمعه كل العاب القهوه، طاوله، لودو، السلم والتعبان، والعاب كتير كان من ضمنهم الشطرنج. كنت بحب الشطرنج بس ما كنتش بعرف العبه، يعني يا دوب كنت اعرف مثلا ازاي القطع بتتحرك وكنت مستنتجها من اللعبه نفسها. يعني كنت بحاول العب فلما ما ينفعش تلعب، فاتعلمت ذاتيا اللي هو ازاي العب شطرنج، بس طبعا مش قوي. يعني اتعلمت الاساسيات او ازاي اصلا القطع بتتحرك، حتى الاساسيات ما اتعلمتهاش. بس كطفل اكيد زهقت لان انا بديهي كنت بخسر، وعشان كده الشطرنج صعب تتعلمه لوحدك، لازم حد يعلمه لك، او على الاقل لازم تشوف دروس فيه. مستحيل تقعد تلعب شطرنج وتستنتج من اللعب ازاي تلعب. بس الموضوع بالنسبه لي ما عداش. دايما لما كنت بشوف حد بيلعب شطرنج كان بيبقى عندي فضول رهيب ان انا اتفرج على الماتش. لو ظهر في كرتون كنت بتجنن، رغم ان ده مش العادي. يعني مثلا الطاوله كانت بتظهر في كل الافلام والمسلسلات وما كانتش بتشدني خالص، ولغايه دلوقتي. المهم عدت الايام لغايه لما بقى معايا سمارت فون، كل انها محتاجه تعليم وانا ما اتعلمتش فما فهمتهاش، فكنت بلعب بالحب لدرجه ان انا لو عامل مستوى مبتدئ هتغلب برضه. بس مره في مره وانا بلعبها بدات اتعلم حاجات اكيد زياده عن اللي كنت عارفها من وانا صغير. المهم جت ثالثه ثانوي ومسحت اللعبه مع كل الالعاب عشان التزم واذاكر. وبعد ما خلصت ثالثه ثانوي بدات فعلا العب واحب اتعلم اكتر عن الشطرنج. المهم رحت قهوه وواحد من صحابي اللي ما اعرفهمش قوي، صاحبي من بعيد، قال لي بتعرف تلعب شطرنج؟ قلت له اه، وانا ما بعرفش طبعا، فكسبني بسرعه رهيبه. يعني فاهم اللي هو انا دلوقتي بعرف العب شطرنج وما اعرفش اكسب بالسرعه دي. هي وصلت لان الدحيح ومحمود ابو اسماعيل يعملوا فيديوهات عن الشطرنج. يعني انا كنت بتمنى ان ده يحصل اصلا، بس يعني ليه كلكم افتكرتوا الشطرنج في نفس السنه اللي انا عايز انزل فيها فيديو عن الشطرنج؟ يعني بص السكرين دي من امتى؟ بقالي اكتر من سنه كاتب الفيديو ده بس مكسر اصوره. المهم خلاص هاخد كاس ان انا اول واحد كنت عايز اتكلم عن الشطرنج. يعني ما علينا. اللي عايز اقوله فعلا هو ان انا مصدوم من شهرة الشطرنج الغريبه. في ناس كتير قوي بتلعب شطرنج حواليك. الناس دي ظهرت امتى؟ لا وبالذات صناع محتوى الشطرنج، يعني اللي هم بيعملوا فيديوهات عن الشطرنج كتروا قوي فجاه، سواء هم بيعملوا ده من زمان او لا معرفش، بس اتشهروا مره واحده بشكل غريب جدا. انها الماسونيه يا صديقي. اسمع علينا، اعتقد الشطرنج بقى مشهور اكتر من الاول على الاقل لثلاث اسباب. اول سبب الباك رانك. انتوا معقدين الشطرنج ليه يا جماعه؟ لكن وقت يلعب كينج دي 2 ويعطيك الشمات بالليمون في الوقت المناسب والشكل يتعادل. انا اوريك تفوز عليك بشوي. يلا. Frank in this position played Bishop G5. Well, I'm back. Da-na-na-na-na-na-na-na. Fix it. الحصان مهدد له البيضة، هيطلع بالحصان حامل بيضة، تطلع بالفيل وهو يطلع بالفيل، هتطلع بالفيل. او التغيير اللي حصل في السوشيال ميديا. زمان كانت فيديوهات الشطرنج طويله جدا وتعليمها صعب وغالبا ممله، لكن دلوقتي التيك توك ساهم بشكل كبير في شهرة الشطرنج. انا ما عنديش تيك توك بس عندي شورتس يوتيوب، وبما ان الناس بتنزل على شورتس اليوتيوب يبقى بينزلوا على التيك توك. طبعا ريلز الفيسبوك برضو، طول ما انا بقلب فيديوهات عن الشطرنج بشكل مش طبيعي ده ساهم طبعا في شهرة الشطرنج. والسبب التاني اعتقد هو ان الناس بدأت تزهق من الحاجة التقليدية، فبقوا بيلعبوا الحاجة اللي مش تقليدية اللي هي الشطرنج. يعني مثلا انت نادرا لما بتروح القهوة وبتلاقي صاحبك بيعرف يلعب شطرنج، في الغالب كلهم بيعرفوا يلعبوا دومنة، لكن شطرنج قليل قوي، الا لو انت في مكان اصلا بيحبوا الشطرنج. يعني في كده محافظات معينه او مناطق معينه بسمع انهم على القهوه ما عندهمش غير شطرنج، ففي ناس بتلعبها روشنه، فاهم انت اللي هو انا مميز انا بلعب شطرنج. طبعا ما اقصدش اللي بيلعب شطرنج بيعملوا كده، بس أقصد ناس معينه قليلين. والسبب الثالث هو مسلسل كوين جامبت. المسلسل ده اتشهر بشكل كبير جدا وبناء عليه زود من شهرة الشطرنج او شغف الناس للشطرنج، رغم ان المسلسل اصلا ما بيتكلمش عن الشطرنج زي الفيديو ده بالظبط. المهم هو بعدها ما رضيش يلعب معايا تاني. حاولت معاه، طب تعالى بس انت بس خدتني على اخوانا وبتاع، بس هو عرف مستواي من ماتش واحد، وده كان غريب بالنسبه لي. اللي هو انت ازاي من ماتش واحد عرفت انا بعرف العب ولا لا؟ بس طبعا دلوقتي انا فهمته، لان انت ما بتحبش تلعب مع حد هو ما بيعرفش يلعب، لان ده بيبقى ملوش اي معنى، فاهم؟ بالعكس ده بيأثر اصلا على مستواك، وان مستواك بيقل. فبعد اليوم ده انا شغل فيزات اكتر للشطرنج، وفضولي ناحيته بدأ يكبر، فبدأت اشوف فيديوهات على اليوتيوب ازاي اقدر اتعلم شطرنج، ازاي اقدر العب شطرنج، بس مش كتير الصراحه لان انا ما عنديش طولة بال قوي. فدوبك شفت برضو الاساسيات وبدات اطبقها في كام ماتش كده اونلاين، لغايه لما مع الوقت تدريجيا مستواي اتحسن سيكا، يعني اتحسن اللي هو من اقل من مبتدئ لمبتدئ برضه. وهنا بقى شفت نفسي بعد كام شهر قابلت صاحبي ده تاني وقلت له تعالى نلعب في نفس المكان. احساس ماسك القطع كده وانت ماسك حاجه ملموسه وشايف رقعه 3 دي مش 2 دي، الموضوع مختلف تماما يا جماعه. I can't fucking see. Actually, give me a second.
انا دي ما كانتش اول مره ليا ان انا امسك قطع، بس وانت ماسكها وانت فاهم وانت شايف الرقعه وانت فاهم، غير وانت على الله وابيض خالص. المهم انا كنت متاكد ان انا يا اما هكسبه يا اما هماطل معاه بقى وبتاع، وهعرف مستواه بقى زي ما هو عارف مستواه من اول ماتش، انا هعرف بقى من الماتش ده مستواه، لان انا مستواه اتطور بقى وكده طبق الاصل الحلقه اللي فاتت، او مش طبق الاصل قوي الصراحه، هو خد وقت سيكا يعني، بدل ما هو كسبني المره اللي فاتت في اقل من دقيقه، المره دي خد دقيقتين 3. بس هي الفكره ان هو كسبني برضو بدون اي معاناه او اي مجهود يذكر. فهنا ايقنت ان الموضوع مش عبثي اطلاقا، ومش انك تلعب كام ماتش او انك تعرف الاساسيات انت ممكن تلعب وتكسب، لا لازم افتتاحيات، لازم تبقى عارف الافتتاحيات وعارف التفريعات، لازم تبقى عارف خطط بجد. الموضوع مش بالحب خالص، مش بالحب اطلاقا. Ah yes, I know this opening. It's the Italian, Scandinavian, Russian, English, Florida, Ohio, Assassin's Creed, Cowboy, Feminist, iPhone, Hydrogen Monoxide, ABCDE 1 + 1 = Andrew Tate, Fortnite, Thomas Shelby, Hallen, GTA 6, Intel Core i9 13 Gen RTX 4090 Show Speed Dream, Mr. Beast, Elon Musk, Milky Way, takes sacrificing the Rook, Nike, Tristan Tate = MC Squares 4 × 8 = to shut the fuck up, Ronaldo, Messi. What color your Bugatti openings? يا اخي مفيش حظ، حتى مفيش 1% حظ، وده مختلف عن معظم الالعاب اللي الحظ بيشكل فيها نسبه كبيره. لكن في الشطرنج انت في غلطه عملتها في اول الجيم هتخليك تخسر الجيم في الاخر، تاثير الفراشه يعني طاغي على اللعبه. ده ما هتلاقي اللي بيتكلم عن الشطرنج سواء في فيديو او في مسلسل زي المسلسل كده بالظبط، بيحاول دايما ان هو يبعد عن التكتيكات او طريقه اللعب او حتى تفاصيل الماتشات، لان عارف ان معظم اللي بيتفرجوا لو ما بيفهموش في الشطرنج فمش هيبقوا حابين يفهموا او يعرفوا التفاصيل، ودي حاجه بتضايقني جدا، لان انا عايز اعرف. انا مش هعمل كده في الفيديو ده يعني، رغم ان انا قلت ان الفيديو ده مش عن الشطرنج اصلا، بس في دقيقه كامله هتكلم فيها دلوقتي عن الشطرنج. لو انت مش مهتم سكيب، فما علينا. لو انت فعلا مهتم وعايز تبدا شطرنج ففي كذا قاعده، في كذا حجر اساس للشطرنج. اول حاجه انك تبقى عارف ازاي القطع بتتحرك، بديهيات صح، بس غير انك تبقى عارف ازاي القطع بتتحرك في اول الجيم، لازم تبقى عارف القطع بتتحرك في كل الاوضاع يعني، فاهم؟ مثلا كتير من صحابي باجي العبهم على القهوه فباجي بيت بيقول لي ازاي عملت حركتين في نفس الوقت، لو اوف هذا ما لم نسمع به من قبل. فانت لازم انت تتعلم ازاي القطع بتتحرك، لازم تتعلم التبييت، تتعلم برضو الاكل بالتجاوز، لان انا عرفت الاكل بالتجاوز متاخر قوي بجد يا جماعه، عيب والله. علمونا في الاساسيات الاكل بالتجاوز، وده بيحصل لما البيدق بتاعك بيتحرك اول حركه ليه وبيبقى قدامه بيدق، فالبيدق ده ممكن ياكله حتى بعد ما هو عداه. بس برضو استنتجت ان الممارسه بتحسن. الفتره اللي انا لعبت فيها دي طورتني، رغم ان انا ما اتعلمتش كتير يعني، انا اتعلمت الاساسيات اللي هي فرقت شويه، بس في نفس الوقت الممارسه كان ليها دور كبير. هنا نستنتج حاجه مهمه جدا، لو عايز تتعلم حاجه هما طريقين، الاطلاع والممارسه، لازم الاتنين مع بعض ولو بنسب مختلفه. اختار انت بقى نص ونص، تلت وتلتين، 3/4 وربع، حتى اي حاجه على حسب ايه هي الحاجه اللي هتتعلمها. زي مثلا في الكليه في ماده معينه العملي فيها اهم من النظري، وماده النظري اهم من العملي، بس في الحالتين لازم العملي والنظري مع بعض. في حاجات بقى انت اللي بتختار يعني، ما بتبقاش الحاجه نفسها هي اللي محكومه بان النظري يكون اكتر فيها ولا العملي، حاجه انت اللي بتختار، انت عايز تاخد النظري اكتر ولا عايز تطبق اكتر. مجال الديزاين انت لو مارست كتير يعني، عملت تصميمات كتير من غير ما يبقى عندك اطلاع او تغذيه بصريه، انت ضعت يعني. بطل ديزاين احسن، انت سريع في استخدام البرامج، عندك المفروض خبره يعني وكده، يمكن بتحل المشاكل اسرع، بس في نفس الوقت انت فقير قوي، انت كده فقير، بس اقصد يعني فقير ابداعيا. فلو خليت التلت ممارسه والتلتين اطلاع هيبقى شغلك ابطا، بس في نفس الوقت هتطلع نتيجه احسن. ولو العكس هيبقى شغلك اسرع، ما انت اتعودت بقى، ما انت عملت ديزاينات كتير، بس في نفس الوقت هيبقوا كلهم شبه بعض او معظمهم شبه بعض، او مفيش ابداع وتنوع في الافكار عندك، وده بديهي لانك مش مطلع كفايه. في حاجات تانية زي اللغه مثلا، الممارسه فيها اهم من الاطلاع بكتير. ممكن تبقى انت حافظ الجرامر بتاع الانجليزي زي اسمك، بس ما بتمارسش اللغه، مالوش اي لازمه. والدليل شوف البياع اللي بيبيع حاجه مثلا عند الهرم او بيتعامل مع سياح كتير، هتلاقيه بيتكلم انجليزي وبيتكلم 7-8 لغات يعني، فاهم؟ صراحه مثال مش دقيق قوي لان هو اكيد مش بيتكلم انجليزي مثلا احسن من اللي دارس، بس في نفس الوقت الممارسه مهمه جدا، انك حتى لو صفر معلومات، صفر نظري، بس بتمارس لغه، اللغه هتبقى موجوده عندك، فالممارسه لوحدها كفايه في اللغه. فعموما انا مش بتكلم عن اللغه، مش بتكلم عن الجرافيك ديزاين، مش بتكلم عن الشطرنج. فعموما نرجع للشطرنج. كتير مننا فاكر ان الشطرنج لعبه ذكاء، يعني انت لو مش ذكي مش هتعرف تلعب شطرنج، ولو انت ذكي هتعرف تلعب. لو فعلا اكدنا على الكلام ده فمعنى كده ان دايما التفوق هيبقى للاذكى، والصراحه ده مش حقيقي. الموضوع بالظبط عامل زي صاحبك اللي في ثالث ثانوي جاب 99%، هو ممكن يكون غبي جدا في حاجات معينه، ممكن يكون مستوى ذكائه مش اعلى حاجه، بس في نفس الوقت
هو عارف ان هو ينجح في المدرسه او ان هو يجيب مجموع، فخلينا نتفق على شويه ثوابت. صاحبك ده ذكي، لان هو لو مش ذكي مش عارف يجيب 99%. مفيش حد غبي بيعرف يجيب 99%. هو ذكي او عارف يوظف ذكائه في حته معينه، بس في نفس الوقت صاحبك ده مش خارق الذكاء، صاحبك ده دحيح. ده اهم حاجه، ده اهم من الذكاء ان هو يكون دحيح. فلو انت ذكي وعايز تلعب شطرنج بس انت مكسر انك تتعلم او مكسر ان انت تحفظ، فصباح الفل انت مستحيل تنجح في الشطرنج. بص، الاهم من انك تكون ذكي في الشطرنج انك تكون بتعرف تحسب ويكون عندك قدره رهيبه على التخيل، لان كل ما عرفت تحسب لنقلات قدام اكتر كل ما يبقى مستواك اعلى في الشطرنج. فانت لو ما عندكش الحته دي احفظ، يعني دايما عوض حته ان انت مش عارف تتخيل ان بعد 6 نقلات ايه اللي هيحصل. احفظ او العب كتير، فانت مع الوقت تبقى عارف ان النقله دي احسن رد ليها هيبقى النقله دي، انا بعد ما هو هيلعب النقله اللي هي احسن رد انا هلعب نقله تانية. بس هنا هيبقى في مشكله، انت لو حفظت كل النقلات دي هو ممكن يلعب نقله غير اللي انت حافظها، فانت لازم تحفظ النقلات بكل احتمالاتها، فاهم؟ فمن الاخر انت لازم تكون ذكي بس الذكاء مش كل حاجه، لازم تكون مستحيل تنجح في الشطرنج. لازم تكون ذكي، يعني كل لعيبه الشطرنج اذكياء بس مش كل الاذكياء يعرفوا يلعبوا شطرنج. ده طبعا غير ان الذكاء نسبي. ممكن تكون انت لعيب شطرنج جامد قوي بس اجتماعيا انت فاشل، او حتى دراسيا فاشل بس ذكي في الشطرنج. ممكن تكون مريض مثلا بمرض ما، يعني فاهم، عقليا، بس في نفس الوقت انت بتعرف تلعب شطرنج. في ناس مثلا بيبقى عندهم قدره رهيبه على الحسابات وفي نفس الوقت هم مش اذكياء، يعني فاهم. لعيب الشطرنج اللي هو مش انا طبعا، لعيب الشطرنج المحترف اللي بيعرف يحسب، انا هلعب لعبه معينه وهو هيرد عليا بواحده من الاربع 5 لعبات دول، وفي الاربع 5 لعبات دول انا هيبقى عندي 5 6 احتمالات معينين، فانا هلعب اللعبه دي لان دي احسن رد للنقله الاحتمال الاول. وفي نفس الوقت في مخه قال لك لا احنا كده في الاخر هنوصل لان الافضليه تبقى ليه هو، فاحنا نرجع امسح بقى كل ده، تعالى الاحتمال التاني بتاعه، انا هرد عليه بكذا فهو هيرد بكذا فانا هرد بكذا، كده هو اللي هيكسب، فبرضه هرجع تاني الغي الاحتمال ده. وخلي بالك كل ده ممكن يحصل في عمليه ما تعديش الدقيقه، ساعات في ماتشات البليدز ما بتعديش ثواني. فلاعب الشطرنج ده يبدو ان هو خارق الذكاء بس الحقيقه هو مش خارق الذكاء، هو ذكي وطور ذكائه. لان الشطرنج رياضه. عارف يعني ايه رياضه؟ يعني ينفع تمرن نفسك، طبعا فيها مهاره، لان زي الكوره كده، انت لو انت مش لعيب او ما عندكش لمسه الكوره فانت مهما عملت مش تبقى لعيب مهما اتمرنت. بس لو انت عندك سنه كوره على الاقل واتمرنت كتير فانت هتعوض نقصك في الموهبه، في ان انت هيبقى عندك قوه بدنيه، انت اتمرنت كتير فانت عارف ان انت لما الكوره هتجيلك هتلف وتباصي بتاع، فاهم؟ في الشطرنج انت حتى لو مش ذكي قوي هتعرف تعوض حته النقص شويه في الذكاء ده. انت لازم يكون عندك ذكاء بس هتعوض النقص اللي باقي لك في الذكاء ده في ايه؟ في انك ببساطه هتتمرن، هتتحط في الموقف ده كتير فهتبقى عارف احسن رد. الشطرنج يبان عليه ان هو بتاع ممارسه، يعني انت لو لعبت شطرنج كتير هتتعود وهتحفظ نقلات اكتر، او هتتعود ان لما ده يلعب مثلا نقله معينه فانت انت هتلعب قصادها نقله معينه. مستحيل، في مليار احتمال في الشطرنج، مستحيل تحفظ. واحد يقول لي ازاي يا عم؟ ده هم بيعلموا الكمبيوترات اصلا بان هم بيلعبوا بيغلطوا بيعرفوا الغلطه ما يغلطوش تاني، وعقلك زي الكمبيوتر، انت لو لعبت وغلطت كتير هتعرف الغلطات دي فمش هتغلطها تاني. هي فعلا دي طريقتي اصلا في الشطرنج، يعني انا بتعلم عن طريق ان انا بلعب فبغلط فبعرف غلط فما اغلطش تاني، بس الطريقه دي بطيئه قوي بجد. وفي نفس الوقت انا لما جربت الاطلاع، جربت ان انا اشوف مثلا ماتشات، تحليل ماتشات، اشوف دروس في الشطرنج الكلام ده، لقيته بحر كبير قوي، في مليار افتتاحيه وفي مليار تفريع على المليار افتتاحيه. طبعا ارقام مبالغ فيها بشكل غبي، بس يعني اقصد الافتتاحيات كتير جدا، صعب انك تحفظها، صعب انك تفتح الردود على الافتتاحيات دي، الدفاعات اللي قصادها، صعب انك تحفظ التفريعات بتاعت كل افتتاحيه، صعب انك تحفظ في موقف الواحد على واحد تعمل ايه، وفي موقف يعني فاهم، صعب انك تحفظ في النهايات تعمل ايه وتاخد المقابله ازاي والكلام ده. حوار بحر كبير زي ما بقول. مسيرتي في الشطرنج يعني مسيره مضحكه الصراحه قوي، يعني كنت بروح بطولات وديه، وفي معظم البطولات الوديه دي ما خدتش مركز عادل غير مره واحده بس، خدت مركز رابع. غير كده كنت دايما ببقى في المنطقه الدافئه. اول بطوله بجد هي بطوله مقيمه رحتها، عملت قبلها معسكر مغلق. يعني دايما في كل بطولات الشطرنج اللي كنت بروحها اللي الوديه كنتش بعمل اي حاجه، يعني دوبك مثلا كنت ممكن العب كام جيم كده اونلاين عشان بس اشغل مخي، وبروح العب البطوله الدنيا تبقى زي الفل. بس في البطوله المقيمه دي انا قلت لا، لازم اتمرن قبلها واعرف بقى حاجات جديده واشوف فيديوهات والكلام ده. ما لحقتش اعمل كده قوي الصراحه، بس عملت معسكر مغلق. في المعسكر المغلق ده قعدت بتاع 2 3 ساعتين مثلا بلعب شطرنج بشكل متواصل. رحت بقى البطوله
وعينك ما تشوف الا النور. انا اكلت علقه يعني مش طبيعيه. هتلاقي اللينك بتاع البطوله دي في الديسكريبشن لو انا افتكرت ان احطه في الديسكريبشن يعني. بس فعلا دايما لعبك الاونلاين الكتير بيأثر على ادائك في البطولات. انا بحس كده، بحس ان انا بلعب اونلاين كتير ده بيطور من مهاراتي في الشطرنج، بس نفس الوقت لو رايح بعدها بطوله في ارض الواقع الموضوع هيجيب نتيجه عكسيه. ليه؟ لان انا بتعود على الشكل ال 2 دي ده اولا، وبلاقي قطع 3 دي. بس غير كده كمان دايما في فرق مستوى رهيب ما بين البطولات الحقيقيه وما بين الاونلاين. الاونلاين اسهل الصراحه. ده غير ان انت لما بتدوس على القطعه انت بيجيلك انت ممكن تروح فين، فاهم؟ الخاصيه دي مش موجوده في الحقيقه يعني بجد. ليه مش موجوده في الحقيقه؟ بس بجد مش هي دي المشكله، لان انت كده عارف القطعه ممكن تروح فين. المشكله اللي بجد هي ان انت بتحاول تركز مع 50 حاجه. مثلا في قوانين البطولات ما ينفعش تلمس قطعتين، لو لمست القطعه لازم تحركها. دي حاجه موتره جدا. انا لازم اقعد افكر 50 مره قبل ما المس القطعه، لان انا دايما بفتكر ان اللعبه دي غلط وانا ماسك القطعه، بس قبلها وانا بحسبها ما بشوفش ان القطعه دي غلط او ان النقله دي غلط. دايما بعمل الحركه دي في الاونلاين، بدوس على القطعه ولسه هحركها بقول لا فاهم وبرجع. لكن في الحقيقه بمسك القطعه خلاص هي اتحركت اجباري. تقعد تركز مع كميه حاجات غريبه زي مثلا انك تدوس على الوقت لنفسك، يعني مش ان الوقت بيتعمل تلقائي اول ما بتلعب. طبعا دي حاجات بديهيه لاي حد بيلعب بطولات شطرنج، بس بالنسبه لك لما تبقى اول مره تلعب بطوله شطرنج الموضوع بيبقى صعب. عشان كده لازم تلعب بطولات وديه كتير. ورغم ان انا كنت لاعب بطولات وديه كتير، بس لما رحت البطوله المقيمه كل مره انت بتلعب فيها البطوله بتنسى برضه، او عندك نفس الرهبه او نفس التركيز مع ال50 حاجه اللي حواليك غير الشطرنج. ده بيأثر جدا على مستواك. ضيف لكل ده اللي اخترع القانون السادي بتاع ان لازم الايد اللي تدوس بيها على التايم هي الايد اللي تلعب بيها. ليه يا مجرم؟ ليه ما ادوس على التايم والعب بايد تانية؟ يعني بجد ما بتفهمش التعنت الغريب في بطولات الشطرنج دي. فالصراحه مستواي ما كانش احسن حاجه وضعت. فكرت ان انا هكرس حياتي ان انا العب اونلاين كتير، بحيث ان انا يعني اصلا اضمن مستوى قوي جدا في الشطرنج، وبعد كده بروح البطولات وادفع فلوس بقى والكلام ده. فعلا بعد ما خسرت كميه ماتشات كتيره جدا في البطوله دي قررت ان انا احاول اطور من نفسي في الشطرنج. فعملت بقى معسكر بجد غير المعسكر الاولاني ده، والنتيجه كانت تحسن مش طبيعي في الارقام. يعني مثلا انا كنت بخسر تلتين الماتشات اللي بالاسود، بقيت بكسب تلتين الماتشات اللي بالاسود، لدرجه ان انا بقيت حاسس ان انا مش عايز العب بالابيض اساسا، رغم ان ده مش طبيعي في الشطرنج. دايما الافضليه للابيض. لعبه عنصريه بشكل واضح. ففعلا مستواي اتطور، او مش قوي الصراحه، لان انا بعد كام يوم كسلت، وبعدها مش كسل بس انشغال مثلا. ومع الوقت بدأ تقدمي ده يضيع، ولا كأني اتقدمت ولا اي حاجه. بقيت عامل زي الكتاب اللي اتغرق بالميه، الحبر موجود فيه بس متبعتر وحروفه عايمه فمش مجمعه جمل. وبس ده كان فيديو النهارده. اتمنى الفيديو عجبك. يعني لازم تقول رايك في الفيديو في الكومنتات، لان هو تجربه جديده بالنسبه لي، ومش دايما بعمل فيديوهات من النوعيه دي ولا بالطريقه دي. فقول لي رايك في كل حاجه، ما تسيبش اي حاجه في الفيديو، فاصص الفيديو من حيث تصوير مونتاج كل حاجه، ما تسيبش حاجه الا لما اتكلم عنها. وما تنساش تعمل لايك سبسكرايب وتفعل زر الجرس في كل الكلام ده. اشوفكم في فيديو جديد. سلام.